القصة بدات من بعد فاجعة أنفكو في 2006-2007 اللي مات فيها بزاف ديال الأطفال بسبب البرد القارص، ومن تما تعطى أمر بتخصيص 150 مليار سنتيم باش يتغطاو القرى والمناطق الجبلية بالريزو. فعلا بعض القرى وصلها الريزو، ولكن دابا في 2025 مازال بزاف د القرى في أزيلال، تونات، تطار، رشيدية، الزاق محرومين من أبسط حق وهو الاتصال. وهذا الشيء كيصاحب التدخل وقت الفواجع والحوادث. السؤال الكبير، فين مشات هاد الفلوس؟ علاش ما كانش التتبع والصيانة؟ خاص لجنة تقص الحقائق في البرلمان باش تجاوب الشعب. واش تصرفات 150 مليار في محلها؟ شكون المسؤول على هاد الاختلالات؟ واش ANRT دارت خدمتها؟ شنو السقف الزمني باش المغرب كامل يتغطى بالريزو؟ في هاد القرن الاتصال حق أساسي ماشي رفاهية. خاص الأحزاب ونواب الأمة يتحركوا لفتح هذا الملف بكل جرأة ووضوح. تابعونا وخليوا آرائكم وتعليقاتكم، لأن رأيكم هو اللي كيقوي هذه الصفحة والقناة ديريكت بالدارجة. تهلا.